صباح الخير يا حلوين، اهلا بيكم في معلومه على الماشي مع مومه علشان ما ننساش. ايه معلومه النهارده يا مومه؟ طيب، هسالك سؤال. هل كل كلمه تنتهي بواو ونون او ياء ونون تكون مذكر سالم؟ برافو عليك. لا، ليه؟ لان احنا قلنا الواو والنون والياء والنون دي ياء، دي حروف زائده وليست اصليه. يبقى مش كل اللي ينتهي بواو ونون وياء ونون يكون ايه؟ مذكر سالم. زي كلمه ايه؟ فنون. ها، الواو والنون دي أساسية من حروف الكلمة. مساكين، الياء والنون دي أساسية من حروف الكلمة. يبقى ليست كل كلمة تنتهي بواو ونون أو ياء ونون تكون مذكر سالم. وخلي بالك إن المذكر السالم لازم يكون جمع عاقل. ينفع يلعبون؟ لا، لأن يلعبون فعل، وجمع المذكر السالم ده اسم. تمام؟ طيب، هل كل كلمة تنتهي بألف ونون تكون مثنى؟ ها؟ لا، لان الالف والنون بتاعه المثنى زائده. يعني ايه زائده؟ يعني يمكن الاستغناء عنها. طيب، عندي جيران، عدنان، رمضان، نيران. لا، دي الف ونون زائده وليست مثنى. يبقى المعلومه ان مش كل الف ونون تكون مثنى. مش كل كلمه تنتهي بالف ونون تكون مثنى، ومش كل كلمه تنتهي بواو ونون او ياء ونون تكون مذكر سالم. اشوفكم المعلومه اللي جايه. ما تنساش الشير والاشتراك وتفعيل الجرس عشان يوصل لك كل جديد. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.